بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الموحى إليه بالسنة والقرآن، وعلى آله وأصحابه أولي التقى وقوي الإيمان، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نحن في شهر رمضان في روضة فواحة بالفضائل والعبادات المتنوعة، وعلى رأس هذه العبادات قراءة القرآن الكريم، فللقرآن ارتباط وثيق بالصيام عموما وبرمضان خصوصا، فكلاهما يصفي الروح ويجلو القلب والعقل، والقيام بهما معا له شأن من الحلاوة والراحة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد وابن المبارك والطبراني والحاكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على قراءة القرآن في شهر رمضان إقبالا خاصا، فكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة، إذ صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، وعرضه القرآن مرتين في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم. وأسر إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بحديث فبكت، وأسر إليها بحديث آخر فضحكت. فسألت عائشة رضي الله عنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها عما أسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة واحدة، وأنه في هذه السنة عارضه القرآن مرتين، وقال: ما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فبكت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ثم أسر إليها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت رضي الله عنها. وتوفيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، فكانت أول أهله لحوقا به. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. رواه مسلم.
أي فحفظها بركة، لأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، وقراءتها بركة لأنها كثيرة الآيات، والمرء يؤجر على كل آية بالحسنات المضاعفة كما هو معلوم. والأهم من ذلك فقراءة هذه السورة حماية لأهل البيت من الأذى الذي تسببه الشياطين، وسماعها بركة. وكل من قصر في التعامل مع هذه السورة العظيمة سوف يقف موقفا يوم القيامة يتحسر على أوقاته التي ضاعت دون أن ينتفع بما في قراءة هذه السورة من الخير والبركة. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وتركها حسرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.